اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض البانيه. بانيه الشركات، بس هنعمله في البيت. اطعم واحلى من ما تشتريه من الشركات وتشتريه من برا، لضمان نظافة وصحة لأولادك ولعيلتك كلها. اول حاجة يا بنات كده نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة البانيه بتاعنا ده هتعملي منه كمية كبيرة جدا من صدور الفراخ. طبعا حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا عاملة 3 صدور فراخ. الكمية عملت معايا 3 أطباق، وعملت معايا 19 قطعة، أكتر من 19 قطعة. وهتعمليه وهتحطيه في عندك في التلاجة في الفريزر. كل ما تحبي ان انت تقدمي يكون معاكي نضيف ومضمون، وعاملاه في البيت بإيديكي زي ما انت شايفة كده. كملي الفيديو معايا للآخر، وهنقول الطريقة مع بعض ونعملها مع بعض ان شاء الله، وهيعجبكم وهيعجب كل اللي هيدوقوا من ايديكي. النهاردة هنعمل بانيه طبعا اللي هو الموجود في الشركات. لا، احنا هنعمله في البيت، وطريقة تحفة ومقرمش زي اللي بناكله وأحلى كمان من بره. احنا هنا فرمنا الفراخ بتاعتنا، وفرمنا معاها 2 فلفل ألوان أخضر وأحمر، وفرمت مع ال3 صدور فراخ اللي أنا حطيتهم. يعني يعتبر صدر فرخة ونص. حاطين معاهم 3 بصلات متوسطين الحجم، وضفت عليهم 3 فصوص توم. كل الخضار بتاعنا فريش يا بنات، وهتضيفيه في الكبة وتفرمي وتخلطي كل المكونات دي مع بعض مع معلقتين زيت، وتفضلي تمزجي كده المكونات كلها مع بعض لحد ما يبقى القوام كده كريمي. انا حبيت ان انا افرمها قوي، تبقى مفرومة معايا ناعمة خالص، وفي نفس الوقت انا فرمت الفراخ لوحدها عشان تبقى ناعمة واقدر ان انا اتحكم فيها. وفرمت الخضار معاه لوحده في الكبة لوحده، وحطيته بالمية بتاعته. ما صفيتش الخضار، ما خدش التفل بس، لا انا حطيته بالمية بتاعة الخضار، وخلطت المكونات كلها على بعض وسبتها في التلاجة شوية. تسيبيها كده قيمة ساعة، وتبدأ ان انت تجهزي الوصفة بتاعتك هنا. كده خلاص انا خلصت ما شاء الله. عملت معايا كمية كبيرة جدا. وعملت منها البانيه، وعملت منها كمان همبرجر. ان شاء الله هنعمله مع بعض وهنجرب منه وصفات كتيرة جدا هنا. وتبدأي بقى ان انت تجيبي كيس تلاجة، وتقطعيه كده، تفتحيه وتدهني منه دهنة زيت بسيطة. هتبدأي ان انت تدهني الكيس كده دهنة بسيطة عشان يكون سهل معاكي في الفرد. تدهني كده بالفرشة دهنة بسيطة خالص، بحيث ان انت ما تحطي المكونات بتاعتك او الخليط بتاعتك يكون سهل معاكي في الفرد وما يلزقش في الكيس. بجد يا بنات جربوه، جميل جدا وهيعجبكم ونضيف، وعاملاه بايديكوا وضامنه انت حاطه ايه، وحاطه مكوناتك طبيعيه كلها مفيش فيها اي مواد حافظه. تنزلي الخليط بتاعك. طبعا انت بتتحكمي في السمك اللي انت عايزاه براحتك. انا هنا عملت السمك كبير شويه عشان القطعة او 2 بيكفي وتبقى معاكي حلوة. وكل طبعا ما تتحكمي في السمك بيزيد معاكي في الكمية ويطلع معاكي كمية اكبر. هنا انا فردتها في البولة بتاعتك او الصينية ايا كان انت تفردي فيه. تبدأي ان انت تفرديها كده كويس قوي، وتحكمي بقى انت في السمك زي ما انت عايزة. انا هنا حبيت ان انا اعملها بالسمك ده. تفرديها كده كويس بالسباتولا بتاعتك، وتدهنيها دهنة بسيطة من الزيت.
وتبدأي ان انت تحطي عليها كيس تاني بحيث ان انت تظبطي المنظر طبعا بتاعه عشان تقدري تتحكمي في القطعة بتاعتك. طبطبي كده طبطبة بسيطة عليها وتفرديها كويس. كده خلاص انا اتحكمت في السمك بتاعه وظبطتها. وهبدأ بقى ان انا بظهر السكينة او بسكينة طعام مش سكينة مطبخ تبدأي ان انتي تحكمي بقى انتي في القطعة اللي انتي حابة تعمليها طويلة، حابة ان انتي تعمليها شكل بيضاوي، حابة ان انتي تعملي اي شكل انتي حباه اعمليه. انا هنا حابة تعمليها صوابع برضو تبقى جميلة جدا، بس انا هنا عملت الكمية مربعة. تبدأي ان انت بظهر السكينة او سكينة طعام ما بتبقاش طبعا حامية، تبدأي ان انت تحددي بس كده القطعة اللي انت حابة تقطعيها بيها او تعملي بيها القطعة بتاعتك. كده انا خلصت معاكم البانيه وقطعته كده بالشكل ده. هنبدأ نعمل مع بعض الهمبرجر على شكل همبرجر. نبدأ ان انت برضو تعملي نفس الخطوة، تدهني الكيس وتضيفي عليه الخلطة بتاعتك على اي شكل انت تحبيه. انا هنا حبيت اعمله دوائر علشان يبقى معايا شكل همبرجر كده وتعملي بيه احلى سندوتشات لاولادك. هتدهني طبعا ايديكي بالزيت، تبدأ ان انت تاخدي من الكمية دي على اي حجم انت حباه وتعملي كده زي ما انا بعمل. تبدأي بقى تشكلي طبعا انا الحتة اللي قدامكم دي انا عملتها 5 قطع. وبهنا نعمل برضو كمية، بقية الكمية هعمل كمان معاكم شكل تاني نفس الحجم برضو ونفس السمك. طبعا ايدك ميزان، انت بتبقي شايفة قدامك الحاجة بتعمليها انت بعينيكي وبايديكي. هخلص الكمية كلها واقول لكم بعد كده هنعمل ايه. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك وتشيري كده الفيديو لاصحابك عشان ان شاء الله يستفادوا من كل فيديو انا بنزله. تفعلوا زر الجرس يا بنات، ولو الفيديو عجبكم وجربتوا الطريقة تكتبي له في الكومنتات كده ان الطريقة نجحت معاكم وعملتوها وعجبت كل اللي كل منها. والله يا بنات اعملوا الحاجة في البيت مضمونة ونضيفة وانتوا ضامنين ان انتوا عاملينها بايديكم حاجة طبيعية. طبعا كلها فراخ طبيعية، كلها فراخ مفيش فيها اي مواد حافظة ولا فيها اي حاجة. طبعا انت حابة تتحكمي في السمك بتاعك ما تبقاش كده، ممكن تضيفي معاها بقسماط او برغل، بس انا حبيت ان انا اعملها فراخ بس بكتفي بالخضار والبصل. مش حابة ان انا اكل بانيه يبقى كله بهارات ويكون كله بقسماط او كده، لا انا حبيت ان انا اكتفي ان هو يكون فراخ بس وبهارات بسيطة مع شوية خضار يكون مفيد اكتر وصحي اكتر. وبكده يا بنات انا اكون خلصت الكمية كلها، وان شاء الله يكون كده الفيديو عجبكم ويكون خفيف
وهتبدأي ان انت تاخدي البانيه القمر بتاعك ده وتحطيه في الفريزر. تحطيه 4 ساعات او تبيتيه برضو، يبقى معاكي حلو اوي ومناسب. تقدري ان انت تتحكمي فيه، تحطيه في الفيجيتار بتاعك او في الخلطة بتاعة الكريسبي، ايا كان انت هتحطيه في ايه. بس انا بنات هنا عملته بفيجيتار ناعم، ما عملتش كريسبي طبعا انت بتتحكمي في الخلطة بتاعتك انت حباها ايه. وطبعا ده لو اتعمل بخلطة كريسبي هيبقى معاكي تحفة، وانت بايديكي تعملي احلى واجمل حاجة. هنا بنبدأ ان احنا نحدده كده عشان ما يلزقش في بعضه، وتحطي كيسة من فوقه، وتبدأي ان انت تاخدي الحاجات القمر اللي انت عملتيه ده، البانيه القمر ده، وتحطيه في الفريزر يجمد معاكي. وهنا يا بنات كده ده البانيه بتاعنا بعد ما طلعناه من الفريزر وجمد معانا. ما شاء الله جميل، وعمل معانا كمية كبيرة جدا، وعمل معانا قطع كتيرة تقدري ان انت تعمليها على كم وجبة غدا او عشاء، وبتقطع معاكي بكل سهولة. تبدأي ان انت بس تضغطي على الاماكن اللي انت حددتيها وهيطلع معاكي على طول. ممكن ان انت تقطعي القطعة دي كده وتضيفيها في علبة وتحطيها في الفريزر لحين ما انت تيجي تعمليها. بس انا عملتها وعينتها جاهزة، حطيتها في الفريزر جاهزة بالخلطة. هنا ببدأ ان انا افك كل القطع من بعضها كده. كده ما شاء الله يا بنات، كده يكون البانيه بتاعنا جاهز ومعانا، وان شاء الله هنعمل الخطوة الجاية مع بعض. وده كمان شكل البانيه يا بنات اللي هنعمله همبرجر معانا بعد ما طلع من الفريزر برضو وجمد. طبعا السمك هنا انا متحكمة فيه، انت تتحكمي في السمك اللي انت عايزاه. هنا ما شاء الله انتوا شايفين الكمية قدامكم ما شاء الله طالعة. وده نوع الفيجيتار اللي انا استعملته يا بنات، حلو قوي. هنا بتضيفيه في البولة بتاعتك معلقة فلفل اسمر، معلقة بهارات فراخ، وهتضيفي كوباية لبن ومعلقة ملح طبعا. هنا يا بنات معلش ملحوظة ان في اللقطة دي انا ما وانا بحط البيضة ما اتصورتش، كنت اضيفي برضو بيضة. كده الخلطة بتاعتنا جاهزة يا بنات ان احنا ننزل فيها البانيه بتاعنا. طبعا انت عايزة تستبعدي اللبن والبيض براحتك. انا هنا حبيت ان انا اعمل الخطوة دي عشان البانيه يبقى معايا طري وكويس وبقرمش كده زي البانيه بتاع بره واحلى. هنجيب مع بعض هنا البانيه،
وهننزله في الخليط بتاعنا ده. طبعا ايدك اللي هتمسكي بيها يبقى هتمسكي بيها في اللبن، ما تتحطش برضو في الخلطة. تبدأ ان انت تعملي الكمية كلها. طبعا انت بتتحكمي برضو في المراحل اللي انت عايزاها. لو عايزة ترجعي تعيدي المرحلة مرة واتنين لسمك اكتر براحتك. انا هنا استكفيت ان انا اعملها مرة واحدة بس. وهنخلص الكمية كلها يا بنات واوريكم ان شاء الله الشكل. طبعا انت شفتوه في اول الفيديو معانا. ما شاء الله طالع كريسبي وقلبه كله ما شاء الله صحي، وقلبه كله ما شاء الله كله كده مليان لحم. مفيش فيه اي عجين ولا اي حاجة، لا ما شاء الله كله كده بالفراخ. والخضار طبعا واضح فيه. انا حبيت ان انا اظهر الخضار فيه عشان يبقى ايه طعمه ظاهر فيه. وهتجربوه هتجربوه يا بنات والله، وهيعجبكم وهيعجب كل اللي هيدوه من ايديكم. وبكده احنا خلصنا الكمية كلها يا بنات. هتبدأي بقى ان انت تنزلي بالبانيه بتاعك ده في اطباق وتعنيها في الفريزر، تحتفظي بيها كده ما شاء الله يفضل معاكي لاخر قطعة محفوظ بالخلطة بتاعته، مش هتقع منها خالص. وهنقليه مع بعض كده وهنجربه مع بعض طبعا. ما شاء الله عمل معايا كمية حلوة قوي يا بنات. عمل معايا الطبقين ده، وعمل معايا كمان طبق تاني انا قليته معاكم في اول الفيديو. ان شاء الله هيعجبكم، جربوه بالطريقة دي وقولي لي رأيك في الكومنتات يا بنات. اللي جربه هيطلع زي البانيه ده واحلى، وهيطلع احلى من الشركات طبعا. وطبعا مضمون بنظافة ايديك يا قمر، وهيبقى احسن 100 مرة من الشركات وانضف ومضمون لضمان صحتك وصحة اولادك وعيلتك. وبألف هنا وشفا عليكي وعلى كل اللي هياكل من ايديكي. وان شاء الله يكون الفيديو كده خفيف ويعجبكم. اشوفكم دايما في فيديو جديد واشوفكم على خير يا رب.